السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الليلة، و كثير من القضايا التي نتناولها يتصاعد الحديث عنها وتأثيرها، وتثبت الأحداث أن اهتمامنا بها له قيمة، وأنه لا بد أن يلتفت إليها الكثير. يعني ونحن في كثير من تعليقاتنا لا نختار جزافا وليس كلامنا ليس نشرة أخبار، كلامنا الاجتهاد في أن نتحدث فيما لا بد أن نتحدث عنه حتى تطلع الأمة عليه وتستعد بالتعامل معه سواء الآن أو للمستقبل. وتابعوا مثلا أحداث اليمن، تابعوا ما يجري في مصر، تابعوا ما يجري في العراق والشام، تابعوا الأوضاع الداخلية، العلاقات الأسرى مع بعضهم البعض، تابعوا الوضع الاقتصادي وكمية ما أنفق وورطتهم بعد أسعار البترول. تابعوا هذه المواضيع تدركون أن حديثنا عن هذه القضايا له أهمية ولا بد من متابعتها، ولا بد من مواكبة ما يقال الآن ما قيل في الأسبوع الماضي، وبإذن الله ما سيقال في المرات القادمة. تتمة الحديث عن مصر مثلا، الحكومة السعودية الآن علنا الحكومة السعودية ستدفع تكاليف صفقة رافال الطيارات الفرنسية. طيب هذا مات عبد الله وراح التويجري، وش معنى احنا ايش ملزمنا ب5 مليار دولار؟ ترى ما هي ريالين، هي 5 مليار دولار السعودية. وش دخلنا؟ يعني مصر تشتري طيارات فرنسية، ما راح تحارب إسرائيل، هي أصلا صديقة لإسرائيل، ولا راح تحارب دولة أخرى. وليش نعطيهم 5 مليار عشان يشترون طيارات فرنسية؟ ليش يعني؟ إلا أنهم يقصفون ليبيا أو يقصفون أهلهم، يعني ما في هذا التفسير، يقصفون ليبيا ويقصفون أهلهم يعني. بعدين رافال الفرنسية ليست من أفضل بل أسوأ الطيارات إذا قورنت بالطيارات الأمريكية والطيارات الروسية والطيارات البريطانية، هي من أسوأ الطائرات. لماذا يتم اختيار الطيارات الروسية؟ صفقة فيها تنفيع للمسؤولين المصريين، يعني قول منها 2 مليار أو 3 للمسؤولين المصريين والبقية أسعار الطائرات. فإذا صفقة رافال الفرنسية إثبات أن النظام السعودي لا يزال ملتزما بدفع الأموال للنظام المصري، ولا يزال متفاهما مع النظام المصري في التستر على أعلى درجات الفساد أمام الشعب في بلاد الحرمين وأمام الشعب المصري. هذه الحقيقة تثبت الكلام الذي ذكره أحد الاقتصاديين المصريين الذي تحدث في عدة قنوات من ضمنها الجزيرة، وذكر أن ما أعطت السعودية لمصر ليس 22 مليار فقط. احنا ذكرنا الأسبوع الماضي 22 مليار كاش، 22 مليار الكاش فقط. ماذا بعد؟ عندك صفقات سلاح أخرى، عندك النفط، تسهيلات النفط، تسهيلات المشاريع التي مولتها الحكومة السعودية، مولتها بشكل غير مباشر. المهم حسبها الشخص هذا طلع ما بين 30 إلى 40 مليار، يعني 30 مليار قبل صفقة رافال، حط عليها 35، حوالي 35 حط عليها 5، تطلع 35 مليار، ويقال أنها قد تصل إلى 40. فإذا الحكومة السعودية دفعت ما يقرب من 30، ما يقرب 35 إلى 40 مليار للنظام المصري خلال سنة ونص، يعني تقريبا 150 مليار ريال. 150 مليار ميزانية أعلى من ميزانية الإسكان، يعني كان بإمكاننا أن نحل فيها مشكلة الإسكان، أو نحل فيها مشكلة البطالة، أو نحل فيها مشاكل كثيرة، أو لو أنفقناها على مصر أيام مرسي لحولنا مصر إلى دولة مزدهرة. لو فعلا دفعناها لمصر أيام مرسي، ولا كسبنا الشعب المصري، ولا جعلنا السلطة في مصر متعاونة معنا بإخلاص وصدق. أما أن نتآمر مع سلطة قاتلة مجرمة ظالمة كاذبة فاسدة، فهذا ليس له تفسير إلا تعاون المفسدين المجرمين مع بعضهم البعض. الزبدة هنا أن الذي يتصرف بأموالنا فئة صغيرة، وأننا نحن الشعب مشلول ما قادرين نسوي شيء. يعني فقدت من أموالنا 40 مليار تصرف على قاتل ومجرم يقتل ويحرق شعبه ويسرق 3/4 هذه الأموال. ما هو دورنا؟ ما هو دور شعب الجزيرة؟ ما هو دور العلماء؟ ما هو دور المثقفين؟ أبدا. يعني أنا أريد أن أستمع
ما أبي أستمع واحد يعلق على التسريبات، أبي أستمع على تعليق من هؤلاء الدعاة المخلصين أن يتكلموا والله نحن مهمشون. ما هي مشكلتنا السيسي، مشكلتنا ابن سعود، مشكلتنا الحاكم، وليست مشكلتنا عبد الله والتويجري، مشكلتنا الحاكم عموما من آل سعود. والدليل صفقة الرافال هذه ندفع تكاليفها الآن وليس في حياة الملك عبد الله. هذا عن مصر. ماذا عن اليمن؟ أو بالمناسبة عن مصر، محمد بن نايف استقبل السفير المصري استقبالا وديا وليس فيه محمد بن نايف، هذا محمد بن نايف وليس يعني مقرن. محمد بن نايف استقبال ودي وليس فيه أي اعتراض على تصرفات المصريين، بالعكس خذوها مني فيها تآمر وتفاهم ضد الإسلام في ليبيا وضد الإسلام في مصر، وفيها تأكيد الكلام الخاص، فيها تأكيد ما عليكم من الحكي اللي قال نحن معكم وحنا ننفتح مع الإخوان حتى نضحك عليهم حتى نغشهم. هذا عن مصر. عن اليمن الأمور والحمد لله تزداد تعقيدا، والنظام السعودي مرتبك لا يدري ماذا يفعل، هل يدعم القبائل ولا يدعم الحوثيين ولا يحارب الحوثيين ولا ما يدري، لا يدري ماذا يفعل. يعني أنت طبخت هذه الطبخة كلها، أنت النظام السعودي ما دام يرسم سياسة خارجية مبنية على مصلحة السلطة والملك فيستاهل اللي يجيه، ما مبنية على مصلحة الوطن ولا مبنية على مصلحة الدين ولا مبنية على مصلحة الشعب ولا مصلحة العرب، مبنية على مصلحته هو في الكرسي بس. يستاهل هذه النتيجة التي ستنقلب عليه وتنقلب عليه انقلابا كبيرا بإذن الله. الآن يقول لك النظام السعودي الآن مفكر من شدة ارتباكه يفكر يرجع يكلم الإصلاح. طيب الإصلاح أنتم دمرتوهم، الإصلاح لهم السعودية مقاطعتهم لها 4 سنين تقريبا، كانت من أيام عبد الله صالح كانت تتصل فيهم اتصالا يعني مجاملة، وبعد الثورة قاطعتهم السعودية بالكامل. الآن تبي تتصل فيهم تعالوا ساعدونا في الورطة، من هنا الحوثيين ومن هنا القاعدة، شوف لنا حل. يعني ما في عبد الله صالح ما يمكن الالتجاء إليه، والحوثيين ما يستأمنون، والقاعدة أعداء، فما في إلا الإصلاح، والاشتراكي ما بينهم علاقة حاليا، فما في إلا الإصلاح. طيب الإصلاح الآن تفككوا، الإصلاح الآن أصلا قواعدهم تفكر أصلا حتى تنضم للقاعدة، وما عندهم سلطة. يعني كبارهم يبون يتفاهمون مع الحوثيين وقواعدهم تبي تنضم للقاعدة، وما يمديك، خلاص أنت قطعت حبالك معهم، تستحق ما سيأتيك. والحمد لله يعني الذين يتابعون اليمن لا تحزنوا، يعني الخير يأتي من الشر، الخير يأتي مما يبدو وكأنه شر. هذا التفكك وهذه الفوضى الموجودة في اليمن إنما هي زوال السلطة التي لم يكن مهمتها خدمة اليمن ولا أمن اليمن ولا رخاء اليمن، مهمتها فقط قمع المصلحين والطيبين وإفساد الشعب. هذه مهمة سلطة علي عبد الله صالح ومهمة هادي عبد ربه. ما في مهمتها أن تكون موجهة بيد الأمريكان والسعوديين من أجل تضييع اليمن. فما دامت السلطة بهذا الشكل فالفوضى أولى. إذا كانت السلطة مفسدة ومخربة ومضللة للناس لا توفر لك أمن ولا توفر لك خدمات ولا توفر لك طمأنينة ولا توفر لك رخاء، طيب ولا توفر لك قضاء ولا عدل، وشو اللي موجود هالسلطة؟ طيب يعني خل يصير في فوضى حتى هيبة هذه السلطة تزول، وأهل الخير يصفونها في نهاية المطاف لصالحهم. وأهل الخير في اليمن ليسوا قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن وأثنى على حكمتهم، وحكمتهم بإذن الله ستزيل الحوثيين وستزيل كل عدو لليمن بمن فيهم النظام السعودي. ويعني أبشروا الخير قادم، والحمد لله بشائره سريعة جدا. اجتماع الحلف، لماذا اختار المتحالفون لحرب الدولة الإسلامية الرياض؟ يعني أنت عندك داخل فيها أمريكا وأوروبا وداخل فيها الخليج ودول الخليج وغيرهم، لماذا اختاروا الرياض؟ لأن الرياض فعلا صاحبة الراية في محاربة التيارات الجهادية كلها، ليس فقط الدولة الإسلامية. يعني لا يقول لي أحد وش التيارات الجهادية اشتغل، لا يا أخي، هم أعلنوا أنهم يقصفون جبهة النصرة ويقصفون أحرار الشام ويقصفون وقصفوهم فعلا. لم تكن الحرب مقتصرة على الدولة الإسلامية.
قصفوا كل الحركات الجهادية، لا يريدون إلا مرتزقة يكونون هم دربوهم ووجهوهم بالطريقة التي يريدون. فإذا لماذا السعودية؟ لماذا الرياض؟ لأن الرياض هي رأس الحربة في هذا الموضوع، رأس الحربة مكانا لانطلاق القوات، رأس الحربة في مشاركة طائرات سعودية، رأس الحربة كذلك في تزويد بالوقود، رأس الحربة كذلك في دفع كثير من التكاليف والعياذ بالله. فنحن بلادنا التي يزعم حكامها أنهم قائمون على الحلف بين محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود تمارس ناقض صريح من نواقض الإسلام، وهي مظاهرة المشركين ضد المسلمين وبصوت مرتفع، وتعترف بذلك وتفتخر به والعياذ بالله، وتجتمع معهم في بلادنا. في أحد سمعتوه قال كلمة عن هذا الموضوع؟ هل سمعتم بأحد علق على هذا الموضوع من مشايخنا ومثقفينا؟ ولا حتى بشكل غير مباشر. طيب يعني على الأقل أبرئ ذمتك بشكل غير مباشر حتى لا تلاقي الله سبحانه وتعالى وقد حسبت على ذلك. إذا كنت خائف يا أخي اجمع الناس بالسر حتى تخرج وثيقة مشتركة فيها 50-100 شيخ ما يدرون، مستحيل يضربونكم دفعة واحدة أنكم تبرئون ذمتكم من هذا القرار. بالعكس أنا شايف بعض المشايخ الذين كانوا قد أصدروا بيانات مثلا ضد الحوثيين، لما طلع توجيه بعدم الحديث عن الحوثيين مسحوا حتى كلامهم السابق. طيب كلامك السابق ما راح تحاسب عليه، طيب شو تمسحه؟ كلامك السابق لن تحاسب عليه، يعني لأنه هذه القوانين ليست في أثر رجعي، لماذا تمسح هذا الكلام السابق؟ ننتقل إلى موضوع آخر. يعني هي لا أدري هل أستطيع أسميها بشرى. محمد بن نايف تنتظره بإذن الله فضيحة كبيرة في الصحافة البريطانية، ومحرجة جدا له ومحرجة للفريق الجديد، فريق الحكم الجديد. يعني بقدر ما يظن محمد بن نايف أنه متماسك ووضعه جيد ومرضي عنه في أوروبا ومرضي عنه في أمريكا، الآن حسب ما علمت أن هناك قضية ستعرض على المحاكم البريطانية قريبا، وربما تتناولها الصحافة البريطانية. إذا كنتم تذكرون قضية مشعل مع رجل الأعمال الأردني الذي فضح مشعل أنه شارك في غسيل أموال لصالح حزب الله، هذه القضية أخطر منها، والقضية فيها عقود نفط مع شركة في جزر الهند الغربية أظن، ودخل فيها أشخاص سعوديين وابتزهم محمد بن نايف ابتزازا إلى آخر حد، واستولى على أموالهم. والعقود هذه لها موثقة في خارج المملكة، وبإذن الله إذا ما راح اشتراهم محمد بن نايف بإذن الله ستكون فيها فضيحة كبيرة لهذا الشخص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده فضحا. أنا ما أستطيع أتكلم بالتفاصيل لأنه مستلمينها مجموعة صحفيين بريطانيين طلبوا مني عدم هذه التفاصيل، ومن الأمانة معهم أن لا أتحدث، مع أني أعرف التفاصيل، لا أتحدث عن هذه التفاصيل. أرامكو تقترض 10 مليار دولار من البنوك لتمويل الأغراض العامة للشركة. وليش تقترض يعني أرامكو؟ ليش تقترض؟ يعني إذا كانت عندك دولة فيها 800 مليار لماذا تقترض؟ ليش ما الدولة تقرضها؟ إذا افترضنا أن أرامكو شركة مستقلة عن الدولة، طيب ليش ما الدولة تقرضها؟ ليش تضطر تقترض بقروض ربوية؟ لأن الدولة ما تقدر تسيل أموالها، استنفذت الفرصة تسييل الأموال اللي في أمريكا، اللي في السندات ما يمكن تسييلها إلا أنك تبيعها على الصين ولا تبيعها دولة ثانية عشان تطلع. ما الدولة ما عندها إلا ريع النفط الحالي، وريع النفط الحالي نزل إلى النصف. وقد قرأت في إحدى الصحف أن الصحف المطلعة، الصحف الاقتصادية، أن المملكة الآن يوما بعد يوم تلغي مشاريع بسبب عدم وجود التمويل، مشاريع إنشائية أو صيانة وتجديد تلغيها بعدم وجود تمويل، لعدم وجود تمويل. ما في فلوس،
ومع ذلك نعطي مصر ونعطي لبنان وننفق على محمد بن سلمان ومحمد بن نايف وفلان وفلان السرقات الضخمة. فإحنا مشكلتنا ليست فقط إعطاء مصر، مشكلتنا الفساد القائم في داخل البلد. لو مرة إثر مرة نحسب تكاليف ما يسرقه المتنفذون يزيد عن ربما يزيد عن 70 إلى 80 بل حتى 90% من دخل الدولة. ولو تم الخلاص من آل سعود وهذا الاستحواذ الهائل على دخل الدولة، صدقوني نصف دخل الدولة يكفي ويزيد لرغد الناس. ما راح يبقى فقير في البلد أبد، ولا تتعطل خدمات ولا تحصل مشاكل أبد لو تم الخلاص من آل سعود. فإذا كون أرامكو تسعى لاقتراض 10 مليار دولار من البنوك دليل على أن الدولة ما استطاعت. آخر مرة اقترضت أرامكو أظن قبل، يعني الشركات شبه الحكومية كانت تقترض، أرامكو والخطوط، آخر مرة قبل حوالي 15 سنة لما أو 17 سنة لما نزلت أسعار النفط نزولا خطيرا. مرة أخرى يعقد اجتماع المجلس الأمني والسياسي بدون حضور متعب غاب عن الاجتماع الأول وغياب واضح، وغاب عنا سعود الفيصل بدنا نقول يعني يزعم بحجة أنه مريض مسوي عملية، مع أنه يقدر يحضر، يعني لو أراد يقدر يحضر، لكن متعب شيء ما هو عذره فقط أن لا يريد أن لا يكون تحت إمرة محمد بن نايف بس. هذا الاجتماع الثاني عقد ولم يحضر، فإذا هذا الغياب مقصود ويعكس حقيقة العلاقات في هذه الأسرة. نعم، أنا بس أريد أن أستهلك الأخبار قبل أن أنتقل إلى ما وعدتكم به من التعليق على برنامجنا. تكلمنا في برنامج الحركة عن الفكرة عامة عن البرنامج، تكلمنا عن الحقوق والحريات، عن العلماء، عن حرية التعبير، عن القضاء، عن أمور أخرى. والآن يعني نقتنص الفرصة للكلام عن قضايا أقرب لي، يعني رغد العيش والراحة، عن البطالة، عن الفقر، عن تحسين أوضاع المعيشة والسكن. نبدأ بالبطالة، وهذا التكرار ليس تكرار طرح البرنامج، ليس مشكلة، لأنه كثير من الذين يستمعون القناة لم يسمعوها من قبل، وحتى الذين سمعوه من قبل جيد أن يستمع هذا الجدل حتى يرد بالجدل الذي نطرحه على من يزعم أن هناك حلول حقيقية للبطالة. البطالة الحالية سببها النظام، لأن النظام ما في تنمية، نظام جايب لنا نفط طلع من الأرض، يطلع النفط من الأرض وبس، ويعطي الناس رواتب، يعطي اللي خدمه فقط رواتب. وأما التنمية لنا 80 سنة ما تحولنا إلى بلد فيه دورة اقتصادية داخلية. فإذا سبب البطالة هو النظام. فإذا زال النظام لابد من حل للبطالة على 3 مراحل. مرحلة فورية الآن، يعني خلال أيام تستطيع تحل مشكلة البطالة مؤقتا، ما تستطيع تحلها للأبد. لابد من مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة. أما المرحلة الأولى هي رفع الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمستوى يضمن حياة مرضية للموظف، وبهذه الطريقة تستطيع تقنع الناس يشتغلون. يعني إذا عرض على كثير من الموظفين، عرض عليهم وظيفة ب 3000 ريال و 4000 ريال ما يبيها، يقول لك والله تكاليف النقل أصلا أكثر منها. طيب زيد الحد الأدنى للرواتب إلى حد مقبول، إلى 6 7 10، وحتى القطاع الخاص الدولة تدعم القطاع الخاص لأي موظف، يجوا يقبلون الناس هذه الوظائف. يعني فجأة سيرتفع عدد الموظفين المواطنين إلى عدد كبير جدا، يعني سينضم يمكن مئات الألوف من المواطنين لهذه الوظائف. فإذا رفع الحد الأدنى للراتب. ثانيا، فتح باب التجنيد على مصراعيه وصرف رواتب جذابة للمجندين، وهذا تكلمنا عنه كثيرا، وقلنا
أنه هذا حل فوري كذلك، وما في أي شروط ولا شيء. يعني حتى الإنسان اللي قصير واللي فيه مشاكل في النظر ولا فيه مشاكل، خليه يحضر يا أخي، يستفيد، يتعلم، يتدرب. أنت يعني ليس الهدف هو أنه والله بكرة بتطلع تصنع منه مقاتلا عظيما. الهدف أنه هو يستفيد، هو يستفيد ليس فقط حمل السلاح، يستفيد من ترتيب برنامجه اليومي، يستفيد دين، يستفيد حرف، يستفيد إدارة، يستفيد أي حاجة. على الأقل لو يعيش برنامج جدي لمدة 6 شهور سنة كافي. فكأنك كما ذكرت عدة مرات يعني تجعل هذا الشعب أو جزءا كبيرا من شباب الشعب يمرون بدورة تثقيفية، دورة جدية يستعيدون فيها ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التعامل مع تحديات الحياة، ليس فقط العسكرية فحسب. فإذا فتح باب التجنيد، لما تجيب لك ناس مجندين بدون شروط ويصير عندك والله يعني مئات الألوف، أنت حليت مشكلة مئات الألوف فعلا. يعني ما في أحد قاعد عاطل متسكع بالشوارع. وقلت هنا أن هذه عدة مرات، قلت وأتمنى أن يستقر هذا في وجدان الناس ويتناقلونه، أنه تدريب الناس على التجنيد ليس فقط حل مشكلة البطالة، بل أن الشعب أصلا راح يصير القيم اللي موجودة عندنا راح تنتهي. القيم الخربانة ذي، الإنسان يسهر بالليل وما يصحى للساعة 11 الصبح، وأنه والله شغلته بس يتسكع بالشوارع ويتمشى، ومخدرات وخمر وجلسات فساد ملاحق حريم، كله ينتهي. يصير إنسان عنده جدية، عنده شعور بأهمية الوقت، عنده شعور بالمسؤولية. فإذا ليست فقط حل لمشكلة البطالة. ثالثا وهذه من حلول الوسط، الثنتين الأولى هذه من الحلول الفورية، كذلك من الحلول الفورية تقديم مساعدة شهرية لمن لا يستطيع العمل أبدا، لا رجال ولا نساء، لا يستطيع العمل، تعطيه مساعدة شهرية اللي حافز، طريقة حافز، بس تزيل شروط حافز وترفع الدعم حتى الإنسان فعلا يستغني. يقول كما قال عمر الخطاب: إذا أعطيتم فأغنوا. أغنوا مو معناه تخلي الإنسان غني جدا، لا، أغنوا معناها تغنيه عن المسألة، ما يقترض ولا يحتاج، يكفيه للأكل والشرب والسكن وأن يعيش حياة مريحة. فإذا أعطيتم فأغنوا. فإذا هذه الحلول السريعة. وكذلك النساء، قبل أن انتقل للحل الوسط، المرحلة الوسطية، الحل الفوري كذلك للنساء، تفتح وظيفة اسمها ربة بيت، سواء كانت متزوجة ولا غير متزوجة. إذا كانت هي القائمة بأبنائها أو القائمة بأخوانها وأخواتها ووالديها، يا أخي لها الحق، ما تبي تشتغل كيف حرة، ما تشتغل حتى لو كان عندها شهادة، ما تشتغل، تأخذ راتب وتقعد في بيتها. ما تجبر النساء على الخروج والله بحجة أنها يعني لابد من عمل المرأة، هي تفضل البقاء، خلت تقعد في بيتها. فإذا هذا الحل الفوري. الحل اللي على المدى المتوسط، إقامة دورات مجانية لتأهيل كل المستويات التعليمية لسوق العمل بمن فيهم الأميين، وإدراجهم في برامج التنمية وتشجيعهم على الانضمام لهذه الدورات من خلال مكافأة كبيرة لمن يحضر الدورات. يعني اللي يحضر الدورات مو يدفع فلوس، هو يأخذ فلوس، يعني تشجيعا له على حضور الدورة يأخذ فلوس، ولكن لا يأخذ فلوس إلا لما يثبت فعلا أنه يداوم وينجح في الامتحانات. رابعا، دعم من يثبت أن لديه الرغبة والقدرة على إنشاء مؤسسة استثمارية صغيرة ومساعدته إلى أن تقف مؤسسته على قدميها من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار، ومن خلال الإعفاء من كل الالتزامات المادية لإنشاء مؤسسات الصغيرة. خامسا أو سادسا، إحداث تغييرات مناسبة في كثير من الجهات الحكومية الخاصة تناسب عمل المرأة الحريصة على تجنب المحاذير الشرعية. عندك المستشفيات، المصانع، المؤسسات المالية والتجارية يزال فيها منها الاختلاط. يا أخي علشان إذا كان حتى المرأة المترددة في العمل تشتغل، المرأة اللي ودها تشتغل ما تبي تقعد في البيت ودها تشتغل، أزل المحاذير حتى لا تتردد في العمل. والعكس صحيح، أنك تحمي المرأة، تحميها من مضايقة أو ابتزاز أو اعتداء من يستطيع الاعتداء. ثم يعني أخيرا المرحلة الثالثة هي إعادة تخطيط التنمية، بس هذا عاد على المدى البعيد، إعادة تخطيط التنمية حتى يصير عندك مصانع ومزارع ومؤسسات تجارية ومؤسسات بحثية ومؤسسات علمية، يصير عندك دورة اقتصادية كاملة تستوعب هذه العمالة الضخمة.
أما أنك والله يعني بلد عندنا فقط نطلع نفط ونبيعه ونشتري ثلاجات وغسالات ما يصلح، لابد البلد أن يكون فيه دورة اقتصادية كاملة. هذا بالنسبة للبطالة. وتتمة لتحسين الأوضاع لابد من البحث عن أسباب الأخرى للفقر، وهذا يأخذنا الحديث عن الفقر. لماذا انتشر الفقر في بلادنا؟ لهذا السبب أولا البطالة، ثانيا 80% من دخله رايح جيوب الأمراء وللبعثرة الأموال هنا وهناك، ثالثا تحميل الناس مسؤولية السكن ومسؤولية الخدمات، وكذلك ضعف الرواتب. فإذا هذه الأسباب هي التي أدت. فكيف إذا نحل مشكلة الفقر؟ أولا كما ذكرنا الالتزام بالحد الأدنى للرواتب وتقديره بشكل مدروس يضمن تغطية التكاليف الشهرية للمواطن. يعني الآن في دراسات موجودة جاهزة كم يحتاج الإنسان حتى يعيش مع السكن وبدون السكن، حتى يعيش حياة مريحة ما يمد يده لأحد ولا يقترض أبدا. ثانيا زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والخاص، إذن في عندك زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الموظفين. وذكرت عدة مرات ما يصلح الزيادة بالنسبة، لابد من زيادة مقطوعة. يعني نقول مثلا 5000 ريال لكل الموظفين، ما نقول 5% ولا 10% ولا 50%، 5000 ولا. لماذا؟ حتى الإنسان اللي راتبه ضعيف يستفيد، واللي راتبه قوي استفادته محدودة. يعني كلما ضعف راتبك إذا كان المبلغ مقطوع كلما كانت استفادتك أقوى من صاحب الراتب القوي. طبعا ضمان صرف كل البدلات والعلاوات ما شبهها بدون تأخير. المتقاعدون يعاملون بنفس المعاملة، ترفع رواتبهم. يعاد تشكيل نظام الضمان الاجتماعي بالكامل، ما عاد الضمان الاجتماعي هو عبارة عن صدقة، لا، الضمان الاجتماعي حق من حقوقك، وهو نفسه يعني ما يشبه حافز. يعني أنت عاطل، أنت محتاج، أنت معاق إلى آخره، لازم تأخذ نصيبك من مساعدة المال العام، ويجب أن يكون المبلغ الذي تستلمه يشبه الحد الأدنى للرواتب، لأن ما في فرق. الإنسان اللي ما يستطيع يعمل يأخذ من الضمان الاجتماعي شبيه بالحد الأدنى للرواتب، غير البدلات، يأخذ مساعدة للسكن، مساعدة لأمور أخرى. تعطى إعانات إضافية للفئات ذات الحاجة الخاصة مثل المعاقين والأرامل والعجزة ومن على شاكلتهم، وتوضع أنظمة قوية تمكنهم من استلام حقهم كاملا وتمنع استغلاله من قبل الموظف المسؤول. دراسة، عندنا حاجتين لابد من دراستها: المساهمات المتعثرة والأسهم. المساهمات المتعثرة كثيرة، حوالي أكثر من 100 مساهمة، تدرس بالكامل وتحل ما يبقى وإذا كانت هناك يعني مال مسروق أو منتهي أو مختفي يجب على الدولة أن تعوض، لأن الدولة فيها فلوس، تعوض المساكين ضحايا هذه المساهمات. تدرس مشكلة الأسهم بعناية والبحث عن طريقة الالتفاف عليها والاستفادة من الأموال التي يتم استعادتها من الأمراء لغرض تعويض الخاسرين في الأسهم. مع أن يعني هناك وجهة نظر أن أسلوب الأسهم بالطريقة الحالية أسلوب أصلا فيه نظر شرعا، يعني نحن لا نقول أنه ربا ولا غرر صريح، لكنه شبيه بالغرر، شبيه جدا بالغرر، ولا بد من إعادة النظر فيه حتى لا يستهلك جهد الناس والناس جالسة على كراسيها. إعادة السماح لكل أنواع العمل الخيري بل وتشجيعه والحث عليه، وإعطاء عفاءات وتسهيلات لكل شركة أو شخص يمارس العمل الخيري، وتشجيع وسائل الإعلام على توفير فرص إعلانية مجانية للمؤسسات الخيرية. صدقوني العمل الخيري والزكاة لو أطلقت بطريقة صحيحة، حتى لو قصرت الدولة ما عاد يبقى عندك فقير. لكن هذه الحرب العنيفة على العمل الخيري بحجة الإرهاب هي من العوامل القوية في انتشار الفقر والعياذ بالله. ويتبع ذلك كما ذكرت مصلحة الزكاة يجب أن تفصل عن وزارة المالية وتكون جهة مستقلة، وحتى يثق فيها الناس، حتى يعطوها الناس كل زكواتهم. وتتمة لمعالجة الفقر لابد من إلغاء مجموعة من الأمور. أولا الإعفاء من الديون الحكومية، البنك العقاري، بنك التسليف وغيرها كلها خلاص الدولة اشتبه، الدولة شبعانة، لماذا تستمر تطالب الناس بهذه الديون؟ إلغاء مال الدولة من الحقوق المستحقة حاليا من المخالفات المرورية والبلدية والمدنية، وإلغاء أسلوب الابتزاز
في تحصيلها، بأنه والله ما تملك أي معاملة إلا، يا أخي شطب، حط لا، يجب أن يكون هناك نظام آخر غير مالي، إلغاء مال الدولة من حقوق مستحقة من ضرائب ورسوم، وتجميد العمل في هذه الضرائب إلى أن يتم إعادة النظر فيها، دفع حقوق المقاولين والمزارعين بدون تأخير، وغيرها من كل ما من كل أنواع الضرائب والرسوم والحقوق التي يجب أن تدفع للمواطن. إضافة إلى ذلك تخفيض تكاليف الحياة. أهم شيء هو السكن، والسكن يستهلك 40% من دخل الناس، هذه بمعدل تقريبا 40% من دخل الناس، والسكن له باب خاص نتركه في النهاية، لكن خلينا نتكلم عن التسهيلات الأخرى التي تريح الناس في حياتهم، غير الراتب وغير حل مشكلة البطالة وغير إيقاف الضرائب والرسوم وغيرها. أولا إيقاف كل أنواع الخدمات المخصصة للأمراء وقصورهم ومبانيهم وتحويلها لعامة الناس. إذا أنت عندك الكمية الكهرباء الهائلة التي تروح للقصور والمياه الهائلة تروح للقصور، إذا وديتها للمواطنين طبعا راح تقل التكلفة على الشركات، فتستطيع الشركات تكسب بمبلغ أقل من المواطنين. الشركة شو تسوي الآن؟ ترفع الرسوم على المواطنين حتى يدفعون هم أنفسهم يدفعون تكاليف الأمراء. ثانيا إعادة النظر في شرائح الكهرباء بحيث تكون الشريحة الأولى مجانية، الثانية بمبلغ رمزي، ثم يكون التصاعد سريع، يعني بحيث أنه فقط المبذر هو الذي يدفع كمية كبيرة. لما هو مبذر بالعكس يشجع كلما قللت الشريحة كلما أصبحت قريب من المجاني. تشغيل فوري لعدد كبير من محطات تحلية المياه المنقولة ومتوفرة في السوق المالية العالمية، ونقلها وتركيبها خلال أسابيع، وتبعا لذلك مراجعة نظام إنتاج وتوزيع المياه. قلت عدة مرات الآن في بورتابل ستيشنز، محطات متنقلة نستطيع نشتري منها 100-200 محطة بسهولة في العالم، تركب على السواحل وتنتج لنا كمية هائلة من الأنهار من المياه. فلماذا التردد؟ لماذا نبقى نعتمد على محطات قد شاخت وتجاوزت العمر الافتراضي؟ تخفيض تكلفة إنشاء واستخدام الخطوط الهاتفية الأرضية والنقالة، وفتح المنافسة أمام شركات الاتصالات، والسماح بما يسمى البيع الثانوي لحزم الاتصال. ما في، افتح المجال، يعني دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. توفير الانترنت بسرعة عالية وحزم كبيرة بقيام شبيهة بالمجان. تخفيض أسعار المحروقات مما يتناسب مع قدرة الفقراء وما يتناسب مع توفر النفط في بلاد الحرمين. فتح المجال أمام المنافسة في النقل العام للشركات المحلية والعالمية، وتوفير تسهيلات وإعفاءات مؤقتا إلى أن تنشأ شبكة قطارات متكاملة. يعني لازم الدولة تدعم شركات النقل العام حتى تكون النقل بين المدن رخيص إلى أن تنشأ القطارات. تخصيص الخطوط الجوية وتحويلها لشركة أهلية، وفتح المجال أمام المنافسة غير محدودة حتى تنزل أسعار النقل. إزالة كل أنواع الاحتكار في تجارة المأكولات والملابس، وفتح المجال كامل للاستيراد بدون قيود. يعني في ناس يقولوا لي ليش ما تخفض الأسعار ما تخفض بالفرمانات. إذا فتح المجال للاستيراد بدون احتكار، ما تقول والله الوكالة الفلانية الأمير الفلاني وشريكه التاجر الفلاني، وكالة الفلانية شركة، لا يا أخي، افتح المجال وسهل إجراءات الاستيراد حتى الناس تنافس بعضها البعض، قطعا ستنزل الأسعار. تغيير المسؤولين في الموانئ بما يضمن الكفاءة والقضاء على الفساد وسرعة التخليص والتفريغ، ومن ثم توفر البضائع للجمهور في وقت قصير. هذا يعني هذه كلها في موازاة حاجة مهمة اللي هي السكن. يعني كيف نحل مشكلة السكن بسبب أن السكن يستهلك 40% من دخل الإنسان. تعرفون مشكلة السكن في بلدنا سببها الأمراء. إذا كان الأمراء يمتلكون 80 إلى 90% من أراضي البلد ويضاربون عليها ويضاربون على المباني، طبعا ستبقى مشكلة السكن قائمة. فما الحل؟ الحل أولا دفع إيجارات السكن لمن يثبت أنه لا يمتلك منزل مؤقتا. ما يمديه الناس تعطيهم أراضي وتبني لهم بيوت، ما يمدي. الآن إذا طاح ابن سعود عندك فلوس، يا أخي أنت مستأجر ما عندك فلوس، خذ هذا إيجار من هذا تسويه. يعني كل الدول، مو بس حنا، حتى الدول اللي ما فيها نفط تعمل هذا العمل.
دفع إيجارات السكن لمن يثبت أنه لا يمتلك منزل ويثبت أنه لا يستطيع دفع إيجار المسكن ويرغب البقاء في المسكن إلى أن يبني غيره. إنشاء مشاريع إسكان حكومي على شكل مدن وأحياء كاملة بطريقة حضارية وبنية تحتية شاملة ومتكاملة بشكل مثالي، وتسهيل تمليك المواطنين لمنازل في هذه المشاريع. طبعا هذه أفضل، بس الناس ما تبي، الناس تبي على كيفها، تبي تبني على كيفها. لكن أنا في رأيي مثل هذا أفضل، أنك تبني بيوت مثالية في مناطق مدن كاملة على طريقة الجبيل وينبع وتملكها للناس. لكن من لا يرغب تجي الأماكن أخرى تصادر أراضي الأمراء الذين طردوا تم التخلص منهم، تصادر أراضيهم وتخططها تخطيط جيد، تحط فيها الخدمات وتعطي الأراضي، تعطي المواطنين أراضي تمليك، وتعطيهم ما تعطي قرض، تعطي هبة. خلاص أنت عندك أرض واصلها كهرباء واصلها ماء، الطريق مسفلت ونظيفة وكل شيء مرتب، باقي بس يبني. كيف يبني؟ تعطيه 1,000,000 ريال أو أكثر أو أقل عشان يبني هذا المنزل. فإذا بهذه الطريقة نستطيع وبجدارة أن نحل مشكلة السكن. وإذا حليت مشكلة السكن وحليت مشكلة الخدمات الرخيصة ونزلت أسعار المواد الاستهلاكية بالقضاء على الاحتكار، وحليت مشكلة المساهمات وحليت مشكلة الأسهم، ورفعت الحد الأدنى للأجور ورفعت الرواتب وقضيت على البطالة وفتحت مجال للعمل الخيري وجعلت الزكاة مستقلة وشجعت الناس على تدوير المال العام، هل سيبقى عندك فقير؟ أتحدى إذا يبقى عندك فقير. هذا الجزء الأول من برنامجنا في الطرح الاجتماعي. بقي تتمة للطرح الاجتماعي اللي هو الوضع الوضع الأخلاقي، الجريمة وما شابه. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.